ميعادنا مع أضخم مشروع بدأ تنفيذه بالفعل في مصر، 360 مليار جنيه على 20 سنة، 1795 كيلومتر خطوط قطارات، 34 قطر ركاب، و10 قطارات أو جرارات نقل بضايع. العين السخنة، العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، العلمين، مينا اسكندرية، مرسى مطروح وسيوة والأقصر وأسوان وقنا. خليكم معانا لآخر الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة أضخم وأكبر ويعني أنا مش عارف أوصفه إزاي. المشروع ده مشروع كبير جدا. أنا كنت سمعت عنه من فترة وفكرت إن هو حاجة عادية، يعني مشروع قطر بيتعمل من العين السخنة للعلمين، يعني خلاص على كده قطر ركاب هيبقى كامل الرفاهية وتمام على كده. ندخل في الموضوع على طول. احنا لو بصينا للخريطة زي ما انتم شايفين، المربع الأسود اللي أنا كنت راسمه، أنا معلش بس همسح دي. المربع الأسود ده كان مساحة مصر، وهي مساحة 1,000,000 متر مربع. عشان بس نشوف ضخامة المشروع ده عامل ازاي، انا لو جيت شخبطت على الخريطة، مشيت من يعني الجزء ده من عند خليج السويس ورحت لحد اسكندرية لحد العلمين، وبعدين خدت فرع ناحية اسكندرية وفرع ناحية العلمين، يعني هو لحد العمرية، ومن العمرية لاسكندرية، ومن العمرية للعلمين، وتحت خدت خط كده هنزل لحد الغردقة، ومن الغردقة لحد قنا، ومن قنا لحد الأقصر. أنا بشخبط على الخريطة يعني. وبعدين خدت من العلمين لحد مطروح، ومن مطروح لحد سيوة، ومن مطروح لحد السلوم. وبعدين هاجي من عند 6 أكتوبر، هاخد خط على غرب النيل كده، معلش هعدله تاني، لحد الأقصر وأسوان. نرسمه أحسن من كده برضو، مش عايز يظبط معايا أيا كان، يعني هو من أكتوبر لحد الأقصر وأسوان. الخطوط اللي أنا رسمتها دي يعني جايبة شرق بغرب وشمال جنوب، أماكن بعيدة. دي شبكة خطوط القطار السريع. ولما أقول القطار السريع بيجي في ذهن الناس إن هو قطار ركاب، لأ. المشروع ده يا جماعة هيتكلف 350 مليار جنيه على 20 سنة جاية. 350 مليار جنيه مش مبلغ قليل، هي 23 مليار دولار تقريبا. المراحل اللي أنا رسمتها دي هي المراحل النهائية لشبكة خطوط القطار السريع. هو شامل قطارات بضايع كمان، والقطارات السريعة عددها عدد محدود، لكن باقي القطارات هما بالظبط المشروع ده 1790 كيلو متر مربع طولي خطوط. في 30 قطار، او بقوا 34 لان سيمنز ادتنا 4 قطارات زياده، و10 جرارات للبضايع. وركزوا في موضوع البضايع ده كويس جدا. لو جينا شفنا المرحله اللي هم شغالين فيها، ولما اقول اللي هم شغالين فيها معناها ان هم نفذوا بالفعل في المنطقه اللي من العين السخنه لحد العاصمه الاداريه، منطقة صحراوية جدا جدا وفيها شغل جامد. هنشوف صور من المشروع هم شغالين فيه، الحفارات والكلام ده. لكن الخط اللي انا رسمته الاحمر ده، معلش بس همسح البتاع دي بتظهر لي كل شوية. الخط اللي انا رسمه الاحمر ده، دي المرحله الاولى. خلينا نقول هي مش مرحله، لان هو مجرد ما بيخلص التصميمات بيبداوا فيه على طول، فهي مش مراحل متتابعه، هي مراحل متداخله يعني. المرحله اللي احنا بنتكلم عليها من العين السخنه للعلمين، هي مرحله من العين السخنه للعمريه، ومن العمريه هيدخل على مينا اسكندريه والعلمين. الجزء اللي انا علمته بالازرق ده هو العاصمه الاداريه، وهيعدي على 6 اكتوبر، وهيعدي، وفي المنطقة دي هي العمرية، وهنا العلمين، ودي مينا اسكندرية. طبعا طول الخط ده حوالي 480 كيلو متر على ما أتذكر، وهيتكلف حوالي 8 مليار دولار. لو جينا شفنا شكل القطر هيكون بالشكل ده. هو قطر كهربائي سريع،
وفي 10 جرارات. في منهم عدد هيكون قطارات سريعة هيقف في محطات إقليمية، يعني العين السخنة والعاصمة الإدارية وأكتوبر والعمرية والعلمين ومينا اسكندرية. دي المحطات اللي هي بيسموها الإقليمية للقطر السريع. لكن في قطارات هتكون قطارات عادية. شايفين يا جماعة تجهيز القطر طبعا هو بغرض الدعاية أكتر والتجميل. احنا بنتكلم على القطر السريع، فزي ما انتم شايفين إمكانياته رهيبة. لكن أنا مع الكلام ده كله هيكون عدد كبير جدا من القطارات هتقف في محطات فرعية. يعني القطر الخطوط دي هو مش يعني انت مش هتركب من العلمين خلاص انت رايح اسكندريه، لا لا لا، في محطات فرعيه كتير، وفي قطارات هتكون زي الانواع اللي موجوده. في قطر مباشر بياخد من القاهره لاسكندريه على طول، في قطر محافظات بيقف في المحافظات في بنها وطنطا ودمنهور. زي ما انتم شايفين الخط هيكون في المحطات دي. المحطات اللي باللون الاحمر هي المحطات الإقليمية اللي هيقف فيها القطار السريع أو فائق السرعة، واللي سرعته بتوصل لحوالي 200 كيلومتر في الساعة. سرعة رهيبة بصراحة. يعني سرعة انت يعني من القاهرة لاسكندرية هتاخد 45 دقيقة، هتاخد من القاهرة المطروح 3 ساعات. 3 ساعات يعني دي حاجة ممتازة. الناس بالعربية بتاخد 6 ساعات تقريبا. زي ما انتم شايفين المحطات الرئيسية والقطر فائق السرعة، يعني العين السخنة والعاصمة الإدارية وأكتوبر والعلمين ومينا اسكندرية. لكن في محطات فرعية ومعظم القطارات هتكون شغالة على المحطات الفرعية. هيكون في محطة العين السخنة، بعد كده العاصمة الإدارية، في محطة محمد نجيب على محور محمد نجيب في القاهرة الجديدة، وبيلف يدخل على 15 مايو وحلوان، وبيعدي جنب الطريق الأوسطي، بيعدي البدرشين. هيكون في محطة في البدرشين جنوب الجيزة، وبعد كده حدائق أكتوبر، بعد كده مدينة 6 أكتوبر. في التقاطع مع محور الضبعة هيكون في المحطة دي محطة تخطيطية، يعني هي لسه مش هتتعمل دلوقتي خالص غير لما يبدأ محور الضبعة يكون في أعمار أكتر من كده. بعد كده في محطة في السادات، محطة في وادي النطرون، محطة في النوبرية، وطبعا برج العرب دي محطة إقليمية، وهيكون في محطة في العمرية ومحطة في مدينة الحمام. هيكون في عند نفق المشير ده في العاصمة الإدارية، يعتبر في العاصمة الإدارية يعني. في محطة دي محطة تخطيطية برضو لسه مش هتتعمل دلوقتي، اللي هي باللون البرتقاني دايما هتلاقيها. أي محطة لسه مش هتكون موجودة دلوقتي. مشروع جبار يعني. أنا بصراحة 10 جرارات نقل بضايع. تعالوا نشوف القطر تاني. معلش احنا شفناه في المرة الأولى. قطر البضايع يا جماعة، انت عارف يعني ايه؟ العين السخنة مينا كبير جدا، والعاصمة الإدارية منطقة إدارية وهيكون فيها تطور كبير جدا اليومين الجايين. لكن المهم ان هو يعدي على 15 مايو. شايفين يا جماعة دي أعمال اللي بدأت بالفعل. احنا شغالين وقطعنا شوط كبير. انا معلش هو الفيديو ده طبعا انا مش عارف هيكون عليه حقوق نشر ولا لا، بس هو اللي نشرته الهيئة العامة للطرق والكباري. زي ما انتم شايفين اجمالي 360 مليار جنيه، 1795 كيلومتر. ده الخط الاول اللي بدأوا يشتغلوا فيه، ودي تكلفة حوالي 100 مليار جنيه. لو انتم شايفين الصور، لا هم بدأوا واشتغلوا وبيحفروا مناسيب، وهتشوف في الصور اللي جايه دلوقتي فروق في المناسيب. سرعة القطر بتوصل ل 250 كيلومتر في الساعة. زي ما انتم شايفين الشغل ده. لا حاجة عظيمة بصراحة. يعني انا كنت مفكر، انا بس اول امبارح عرفت ضخامة المشروع. يعني انا سمعت عن المشروع قبل كده ان هو قطر من العلمين للعين السخنة، من العين السخنة للعلمين وخلاص على كده. لكن انتوا شايفين طبيعة الشغل عامل ازاي في منطقة صحراوية تماما. يعني لا يعني حاجة عظيمة بصراحة. كنا بنقول اهميته فين، وتابعوا معايا الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوا طبيعة الشغل صعبة مش سهلة. كنا بنقول ان في 10 جرارات نقل بضايع. العين السخنة مينا كبير جدا. معظم التجارة اللي مع شرق آسيا بتيجي لحد مينا العين السخنة. لكن انت هتقف فين؟ في 15 مايو فيها منطقة صناعية، 6 اكتوبر فيها منطقة صناعية،
العمرية فيها منطقة صناعية هي وبرج العرب، وبرج العرب منطقة صناعية كبيرة زي ما انتم شايفين يا جماعة، شايفين فروق المناسيب والكلام ده. الخط الأول ده هينفذوا 100% شركات مصرية، وهياخدوا حوالي 3 مليار دولار. لكن سيمنز هتاخد حوالي 5 مليار دولار، ودي الأرقام المعلنة يعني. كان مقابل 30 قطر وركاب و10 جرارات، لكن هم ادونا هدية 4 قطارات. المفروض ان هو في سنتين زي ما انتم شايفين كده. الشغل تم البدء فيه من فترة، وقطعوا شوط كبير. زي ما انتم شايفين بقية الخطوط هتكون الغردقة الأقصر، وفي خط العلمين مرسى مطروح، في خط هي ظهرت قبل كده خط من اكتوبر للأقصر وأسوان. لا، حاجة عظيمة جدا جدا جدا. انا اللي يهمني قطارات البضايع. انتوا مش متخيلين حجم التخفيف على التجارة، وحجم الضغط على الطرق. العربيات النقل اللي بتشيل بضايع وبتبوظ الطرق اللي لسه معمولة بسبب الحمولات. كل ده انت يعني المستثمرين اصحاب المصانع هيكون عندهم اوبشن جديد في النقل لابعد المواني على طول. انت الحمولة اللي هتوديها في القطر في ساعتين كان ممكن ينقلها 15 عربية وينقلوها على كام يوم، وعندك مشاكل السولر والطريق والكارتات فهيكون نقل القطر زي ما انتم شايفين حاجة عظيمة عظيمة يعني. طبعا معظم الصور هنا هتكون لقطارات ركاب، لكن يمكن يظهر معانا، هنشوف دلوقتي يظهر معانا وعلى فكرة ده الفيديو الرسمي، يعني الصور اللي احنا شايفينها دي في الفيديو. ده الفيديو الرسمي اللي نشرته شركة سيمنز. سيمنز شركة عالمية، مش شركة صغيرة، ومعروفة قوي في مجال الطاقة الكهربائية بصفة عامة يعني. الجرارات زي ما انتم شايفين اهو تركب عليها بقى. ايوه، هي دي جرارات نقل البضائع يا جماعة. يعني دي حاجة، لا انا ما كنتش واخد بالي ان هو هيستخدم في كده كمان. انا فكرت ان هي نقل ركاب وخلاص، انت بتخفف الضغط عن هنا وهنا وعن الطرق والبتاع عربيات الملاكي والكلام ده. لكن لا، كبضايع لا، قصة تانية. مشروع عظيم يستاهل يتعمل عليه فيديو كبير. قبل ما انهي الفيديو كنت حابب اكد ان كل اللي شرحناه ده او الجزء اللي احنا شرحناه بالتفصيل في الفيديو هو للخط الاول فقط، اللي هو 460 كيلومتر، اللي هو كان اساسا 480 وتأثر بسبب انه حصل ازاحة علشان يكون في محطة داخل مدينة 6 اكتوبر. الخط ده هو الخط الاول، لكن باقي الشبكة هتكون ماشية ازاي؟ في من العين السخنة لمدينة الغردقة، وده هيأثر الرحلة من القاهرة للغردقة في ساعتين، وفي من الغردقة لقنا والأقصر، وده هيشجع السياحة جدا، لأنه هيساعد السياح إن هم يتحركوا من الغردقة الأقصر وأسوان في حوالي ساعتين. هيروحوا وممكن يرجعوا في نفس اليوم أو تاني يوم. في عندك فوق هيكون من العلمين لمرسى مطروح، وهيكمل فيه امتداد ليه خط ديزل طبعا لخدمة ده بضايع في المقام الأول، لأن هيوصل لمينا اسمه مينا جغبوب، مينا كبير جدا ومشروع ضخم جدا برضو هيتبني في كذا سنة. ده على ساحل البحر المتوسط بعد مرسى مطروح. وطبعا في جزء تاني من مرسى مطروح لسيوة، ده جزء مهم جدا، هيساعد برضو في السياحة ونقل البضايع، وهينمي المنطقة دي كويس جدا. في طبعا من 6 اكتوبر للأقصر وأسوان، وده هيخلي الرحلة من القاهرة لأسوان في 4 ساعات. يا جماعة مشروع كبير، يسلم اللي فكر فيه واللي بدأ ينفذه واللي خد القرار، وهشوفكم